السلام عليكم احبابي، ايش حالكم؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله بصحة وسعادة وعافية. اليوم بسوي مربى لذيذة من الاخر، مربى المشمش. انا ناقعته صار لي نص ساعة تقريبا. خاسلته وناقعته شي، والحين حطيت هنا 2 لتر ماي، واحط عليهم احبابي 8 اكواب سكر او شكر. الحين بضيف الشكر، 8 اكواب اضيف لكل لتر 4 كوب شكر، وبرد لكم. الحين أحبابي بعد ما غلى صار له 10 دقايق يغلي. عندي بضيف المشمش اللي أنا ناقعته من تقريبا نص ساعة، أضيفه على القطر اللي هو الماي والسكر اللي احنا حطينا 2 لتر ماي و8 كوب 8 أكواب شكر. الحين أتركه يغلي 5 دقايق بعد، وبضيف معلقتين فانيلا و4 معالق صغار ليمون. بس أتركه شوية يغلي، ومن بعدها إن شاء الله نشوف الخطوات الأخرى. الحين أشوفكم شي صار، نتركه يغلي شوي وبعدين بضيف الفانيلا والليمون. أحبابي هني غيرت الجدر لأنه كان صغير، غيرته بهذا الجدر الثاني. أوكي، الحين أحبابي عندي هني ليمون فريش 3 معالق كبار، وعندي معلقتين فانيلا، هذه واحدة وهذه 2. الحين أخلطهم ونتركه يغلي إلى أن يعني من نص ساعة إلى 3/4 ساعة، ونشوف وأشوفكم إن شاء الله، وتكون المربى حقنا جاهزة. الحين أحبابي لسه المربى بعدها ساخنة، بس وهو ساخن أنا راح أحطهم في العلب لأنه معقمين. اوكي احبابي، ما شاء الله تبارك الرحمن. لما يبرد طبعا يتماسك اكثر ويجمد اكثر. الحين افرغهم بالعلب. ما شاء الله تبارك الرحمن، روعة. طبعا بنسكرهم الى ان يبردون تماما. الحين بعبي الغرشة وبرد لكم. الحين احبابي انا الحين بدهنها الزبدة، توست. ما شاء الله تبارك الرحمن، شو اقول لكم، لذيذة، وايد لذيذة. جربوها احبابي، سهلة وبسيطة للمدارس، للاولاد الحين وقت المدارس تحطوا لهم اشياء تعرفون شنو حاطين فيها، وان شاء الله صحة وعافية علينا وعليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا احبابي، شوفوا ما شاء الله احبابي، روعة روعة قليل، روعة قليل. الحين بطعمها معاكم. والله روعة، جربوها، روعة. الله يحفظكم احبابي. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الزبدة وهذه المربى حقنا، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا احبابي، روعة لذاذة، ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين ما اغطيها الى ان تبرد تماما. ومع ألف سلامة، الله يحفظكم. استودعكم الله الذي لا تضيع عند الوداع، يحصنكم حصن المتين ويحميكم من كل مكروه. ما شاء الله تبارك الرحمن أحبابي، مع ألف سلامة، الله يحفظكم.